مفيش حاجة في الكورة في مصر دلوقتي أهم من ما يحدث في النادي الأهلي. الكل، العيون، الكاميرات، الاتجاهات كلها بتبص في ناحية واحدة بس، هي ناحية النادي الأهلي. إيه اللي بيحصل في النادي الأهلي؟ امبارح بعد الخسارة والصدمة والهزة العنيفة اللي حصلت لجمهور النادي الأهلي، خسارة غير متوقعة أمام بيراميدز، خسارة غير متوقعة ولكنها مستحقة أمام بيراميدز ب3 أهداف دون مقابل. الصدمة الكبيرة اللي عند الجمهور ديت واحدة من أسبابها إنك بتخسر بشكل كبير فرصك الحقيقية في المنافسة على بطولة الدوري. ثم تبعات ذلك إن الناس بدأت مش بس أنا بخسر كده، ده أنا في حاجات تانية فقدتها. أنا فقدت هيبتي وفقدت شخصيتي وفقدت قدرتي على إن أنا فريق النادي الأهلي يتحسب له 10 دقايق ما بيعملش فيهم حاجة. ده مش ما بيعملش فيهم حاجة، ده لعيبه بيراميدز بتعمل كل حاجه وبتنقل الكرة على لعيبه النادي الاهلي. انت متخيل دي نتيجه مش متوقعه، جمهور الاهلي مش متوقعها. ثم تيجي تقف عند نقطه مهمه جدا جدا. الناس تسال نفسها كده اللي هو ايه بعد ما الماتش ما خلص وبتاع، بنخسر؟ ده الدوري بيروح. يا خبر ابيض، ده افريقيا ممكن ما ابقاش في دوري ابطال افريقيا. ده انا ممكن ابقى في الكونفدراليه. بتسال نفسه سؤال تاني، هو انا ليه بتعمل فيا كده؟ فيجي له اجابه اغرب من الخيال. انت مجبر على ايه؟ مجبر على المدير الفني. الاهلي اللي هو واحد من اهم وانجح المؤسسات في مصر على الصعيد الكروي. الاهلي عنده مشكله كبيره لدرجه انه مش عارف يمشي مدرب، لدرجه ان هذا التعاقد وصل به الحال الى انه انا عارف ان الاهلي مش عايز المدرب، وانت عارف ان الاهلي مش عايز المدرب، والجمهور عارف ان الاهلي مش عايز المدرب، والجمهور مش عايز المدرب، والاداره مش عايزه المدرب، بس محدش عارف يمشيه. انت مستوعب؟ الاهلي بيخسر والكل شايف ان الراجل ده ما عندوش حاجه، شامبو، ما عندوش حاجه، ومع ذلك بسبب نتائجه السيئه وبسبب كذا 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 كل الطرق كلها تؤدي الى رحيله، ومع ذلك مش عارف تمشيه عشان التعاقد بتاعه. الاغرب هو انه الاهلي اديله فتره بيعمل كم من التعاقدات على صعيد المديرين الفنيين انت تفضل واقف قدامها مش فاهم. هو عارف اقول لك الاغرب من الغرابه ايه كمان؟ ان كل مدير فني بيمشي في حاله من اللغط الشديد جدا جدا حوالين هو مده العقد بتاعه كذا، بس هو الشرط الجزائي بتاعه يتفعل من كذا في كذا. فانت شفتها في مين؟ في كولر، عشتها معانا صح كده؟ ما انت موجود معانا على الكوكب يعني، فعشتها معانا في كولر، اراء كتير واجتهادات كتير وكذا كذا كذا. على فكره هو مفيش حد من الناس اللي اجتهدوا وطلع اراء كان قاصد يروح لحاجه غلط، لا خالص. انه التفسيرات اللي طالعه وقتها من الاهلي هي تفسيرات، هي دي التفسيرات مختلفه اصلا. انت معايا ولا؟ السورس، المصدر اللي منه المعلومه هو اصلا تفسيره لبنود التعاقد مختلفه. فلا المشكله لا في الصحافه ولا المشكله في الاعلام، لا المشكله طالعه من هنا، انه التعاقد اتعمل بس في لغط حواليه. ده حصل في كولر، ده حصل في ريبيرو، بيحصل النهارده في تورب. انت متخيل؟ تاني احنا ما بنسلبش النادي الاهلي حقه، الاهلي لما يتقارن بانجازاته وبنفسه وبقيمته الكبيره. فما ينفعش مع قيمه النادي الاهلي الكبيره اللي انت بتتكلم عنها ومع هيكله الاداري الصلب على مدار السنين الكتير جدا على مدار تاريخ النادي الاهلي، ما ينفعش النهارده محدش عارف يفسر تفسير دقيق لعقد تورب، وكلها اجتهادات. اللي يقول لك يا باشا 3 شهور، ويقول لك لا مع اول ماتش من السنه الجديده، واللي يقول لك واللي يقول لك واللي يقول لك. والحقيقه انه تاني دي مش غلطتنا احنا. فانت فاهم الاهلي في انهي حته؟ فالناس النهارده بدات تستوعب. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض،
انا مش عارف امشي المدرب اللي انا عارف انه سبب ده، ناهيك عن انه في شويه مشاكل كلها جرتك ووصلتك لهنا. بس انت عندك مشكله كبيره جدا، انا ما اعرفش مين جهبذ العبقري اللي بيورط النادي الاهلي في هذا الكم من التعاقدات الغريبه. طب انت لسه ملسوع اصلا من ريبيرو وقبليها كولر. طب ما جاش في بالك ابدا وانت بتعمل التعاقد بتاع الراجل الجديد ده انك تحط لنفسك تخريجه؟ في واحد هيقول لك يا عم اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في السخن منه، اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. يا عم انت ما شفتش كولر لما مشي عمل ازاي وايه اللي حصل؟ فاي مدير فني هيجي غصب عنه هيبقى بيطلب. حقيقه انه دي وجهه نظر مهمه لا يمكن اغفالها. فعلا وارد جدا بنسبه كبيره يكون النادي الاهلي يلاقي صعوبات بعد مثلا رحيل كولر، في اي مدير فني بيبقى عايز يحط ضمانات كتيره. وارد، مش هقول لك انه ده ما بيحصلش، بس مع ذلك برضو بشوف انه المكان ده بتاع التعاقدات وبتاع البنود بتاع الحاجات اللي شبه كده، انت برضو عندك قيمه اسمها قيمه النادي الاهلي وانت بتتكلم على الترابيزه. فانت حط شروطك زي ما هو ما بيحط شروطه. ما اتفقناش خلاص، ما اتفقناش خلاص. لكن انت النهارده الاهلي بهذا الحجم وبهذه القدره بهذه الامكانيات عنده هذا الكم من الاخطاء في صياغه البنود اللي بيها جمهوره مش قادر يصدق ان انا عندي مدير فني موقع الفرقه ومش عارف امشيه. يعني انا بتخيل انه يعني مجرد تخيل يعني ان الاهلي عرف يمشي الراجل ده مثلا بسبب انه العقد لما اتقال انه الشرط الجزائي هيبقى شهرين 3 شهور فمشاه. والكابتن عماد النحاس كان لسه راجع من العراق فجابه على 6 ماتشات زي ما حصل. فمش عارف متخيل مسيره الاهلي مختلفه تماما كانت هتبقى لو مع الكابتن عماد النحاس اللي هو ال5 6 ماتشات برضه. تخيل انه المسيره كانت ممكن تختلف لو انه هناك شخص ما قرر انه يستخدم اسم النادي الاهلي بشكل صحيح وهو بيعمل التعاقد. لكن بالمنظر ده دي حاجه دي غريبه حاجه غريبه جدا جدا. وبالتالي اول مره تغلط ماشي، تاني مره تغلط ورا بعضه خد بالك، تالت مره يعني كولر ثم تورب ثم ريبيرو اللي راح اشتكاك في واقعه يعني ما حصلتش في النادي الاهلي بقالها فترات كبيره. ثم بعد كده انت تورب مش عارف تمشيه، تفضل واقف قدام الحته دي كتير جدا جدا جدا. فالاهلي لازم يتعلم بقى خلاص. يعني دلوقتي ما بقاش اوبشن على فكره، ما بقاش اختياري ده مش اختيار، هو دلوقتي اجبار انك تتعلم. ايه اللي هيحصل بقى للاهلي خلال الكام ساعه اللي جايين؟ في حاله غضب كبيره جدا 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 عند الجمهور. هذا الغضب لا يضاهيه غضب قبل كده. طبيعي جدا ان الناس تبقى حاسه بده تاني. ليه؟ لانه الاهلي يقارن بنفسه. ليه؟ الناس تقول لك يا عم انا بجيب بطولات كتير ومتعود على البطولات، فلما اطلع في موسم مش جايب فيه غير بطوله السوبر انا بالنسبه لي كده مش مربوحه. لما اطلع انا مهدد اصلا ان انا العب دوري ابطال افريقيا والعب كونفدراليه، ده بالنسبه لي مش انجاز. كل الكلام اللي الجمهور بيقوله عنده حق فيه بنسبه 100%. لكنه في الاول وفي الاخر هذا هو واقع، وعلى جمهور النادي الاهلي انه يعيش هذا الواقع مع مجلس ادارته لحد ما يتم حل الامور. بس هي فرصه مش لحل الامور، هي فرصه لنسف كل ما هو خطأ. في زمان كان اعلان يقول لك انسف حمامك القديم. ديناميت يا باشا وفجر، وعلى الله بقى في ظهرك جمهورك، مشي اللي عايز تمشيه وابني من اول وجديد، وفرصتك اللي مش هتتكرر تاني. في مواسم النادي الاهلي شاف فيها كده، بس خطوره الموقف انه الاهلي في حته كده يعني الجمهور مش فاهمها ولا حد فاهمها
على فكره ولا الناس اللي في النادي الاهلي فاهمينها. هو رمى الفوطه ولا ما رماش؟ طب هو هيعمل في ماتش الزمالك؟ طب هيخشوا بانهي عقليه؟ عقليه المكسب ولا عقليه الضغوط الكبيره جدا جدا اللي مش مخليه عارف يفوق؟ ولا عقليه المدرب اللي هيمشي بس مش هيمشي، بس هو قاعد، بس هو غصب عني، بس ولا اللعيبه اللي الناس نقمه عليها جدا جدا وغضبانه منها جدا 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 غضب غير طبيعي الا من رحم ربي يعني في ارضيه الملعب. مشاكل لا حصر لها. بس هي لو رسيت على ان الاهلي خسر بطوله الدوري ولكنه امام ده اخذ قرارات ثوريه، فاظن ان ده في ظل الحاله دي هو مكسب للنادي الاهلي. ملف صعب قوي 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 على الاستاذ ياسين منصور، ملف صعب قوي 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 على الكابتن سيد عبد الحفيظ، صعب وتفاصيله كتير مش زي ما الناس متخيله. السلام عليكم. انا عايز بس جمهور النادي الاهلي والاهلاويه ياخدوا بالهم من نقطه مهمه جدا جدا جدا. في بعض الناس بتندس في منتصف الجماهير وبتبقى عامله ان هي اهلاويه وبتستغل الموضوع عشان تزود الفرقه والخصام وتأجج المشاكل بين الجماهير وبين النادي. لازم ناخد بالنا من النقطه دي يا جماعه. احنا كلنا متفقين ان مجلس الاداره اخطأ في بعض القرارات الخاصة بفريق كرة القدم، زي بعض المدربين، بعض اللاعبين. كمان اللاعبين اخطأوا كتير جدا بغياب الروح وغياب المنافسة والحماسة وروح النادي الاهلي مش موجودة. وكمان المدرب اللي هو ماسك دلوقتي بصراحة ربنا غير مناسب لشخصية النادي الاهلي، ولا قادر يفرض شخصيته ولا عنده اي فنيات تناسب النادي الاهلي. دي كلها اخطاء موجودة، والادارة اخطأت في العقود اللي عملتها مع بعض اللاعبين وعقود المدربين اللي هي كارثة دلوقتي، والراجل بيقول لك انا مش ماشي. كل ده ما فيش مشكلة، احنا متفقين على الاخطاء دي ولازم الادارة تتحاسب على الاخطاء دي، وهم يشيلوا موضوع الشرط الجزائي ده يتحملوه هم، ده اقل واجب هم واللاعبين. لكن برضه مش معناه ان احنا نهد الكيان كله او النادي الاهلي ونقعد نشكك في ذمم بعض الناس. انا في فرق بين ان انا اقول ان انت اخطأت في الملف ده، في الازمة دي، في الموضوع ده، ولازم حضرتك تعتذر وتشوف لي حل، وبين ان انا اقول ان حضرتك مثلا شخص مش كويس، اخلاقك مش عارف ايه، انسان مدلس، انسان مغرور. لا، احنا كده بنتجاوز ونخلي الموضوع شخصي اكتر منه موضوعي في الشيء اللي احنا بنتكلم فيه. احنا يهمنا النادي الاهلي يرجع، واحنا مش زعلانين على النادي الاهلي ان دايما النادي الاهلي في القمه. في انديه تانية بتقعد ب7-8 مواسم ما تاخدش بطوله، في انديه بتطلع مواسم صفريه سنوات كتير ما تاخدش اي حاجه وبتتهزم على ارضها من انديه غريبه وبره ارضها وكل حاجه. بس احنا كاهلاويه ما تعودناش كده من النادي الاهلي، عشان كده حجم الغضب شديد جدا. طبعا يمكن في جيل اتربى وطلع على ان الاهلي بيحقق انتصارات كتيره، وبينسوا مثلا ان جه الموسم ده حصل كذا مره، مثلا كل 10 سنين 7-8 سنين بتيجي دروب. ما هو الجيل اللي بيشيلك فتره كبيره بيبدا الجيل يسلم الراي. يعني مثلا الجيل عماد متعب وبتريكه وبركات قعد فتره كبيره يحصد كل البطولات في افريقيا وبره افريقيا وبره الدوري المصري كله. خلاص الجيل ده لما بدا يعتزل حصل دروب برضه فتره، يعني كان 2015 احنا ما خدناش الدوري، ورغم ان احنا فزنا على الزمالك وكان موسم بالنسبه لنا احنا كان كارثي وخدنا فيه الكونفدراليه بالمناسبه. لكن بعد كده الاهلي قدر يرجع يبني جيل تاني، فضل فتره كبيره ياخد بطولات كتيره. وطبعا الجيل اللي هو انتهى ده اللي جه بقى بعد كده جبنا زيزو وبن شرقي وامام، الجيل ده لحد دلوقتي فيه اخطاء كتير في تركيب الفريق. لكن ما كان عندنا محمد عبد المنعم وحسين الشحات في فتره تألق كبيره، يعني لما كان موجود رامي ربيعه، الجيل اللي كان موجود مع مرسل كولر ده عمل بطولات كتيره جدا. دلوقتي خلاص الجيل الموجود ده بالمدرب مش مناسب لشخصيه الاهلي. فتره عدت، سنه وعدت، موسم وعد، عايزين نبني عليه للموسم اللي جاي. من الاخطاء دي نتعلم، نبني فريق من ابناء النادي الاهلي فريق محترم.
طيب مجلس الاداره عليه ان هو يحل مشكله المدرب اللي هو بنفسه اللي تعاقد معاه ووقعنا فيه صدقا، ما بنقولش حاجه اهو. كابتن الخطيب طبعا ومجلسه عملوا انجازات كتير في كل البطولات، وحتى كرة القدم في المواسم اللي فاتت عملوا بطولات كبيرة جدا جدا وارتفعوا كتير جدا بتصنيف النادي الاهلي ومحدش يقدر ينكر. لكن خلاص مجموعة اخطاء تراكمت لحد ما ظهرت المشكلة الكبيرة دي. خلاص بقينا في وضع كارثي، مجموعة من الاخطاء كتيرة تراكمت ورا بعضها، بداية من نهاية الموسم اللي فات. انت صبرت على مارسيل كولر فترة كبيرة، كان المفروض تمشيه، خسرك دوري الابطال. خسارة دوري الابطال السنة اللي فاتت سببت مشاكل كتير، فقدت مبلغ كبير من دوري الابطال، فقدت ان انت عندك فرصة تشارك السنة اللي بعدها كبطل للبطولة، فقدت دخل كان بيدخلك بيحل ازمة برضو من دوري الابطال، تصنيفك بدأ يقل. كمان بعد كده مشيت عماد النحاس رغم انه كان فاهم الفريق وماشي وعامل انجازات كويسة، وجبت واحد مجهول اللي هو زفت الطير ريبيرو ده، وبعدها عالجته بخطأ اكبر لما جبت تراب. فكل دي مجموعة من القرارات الخطأ. كمان انت المفروض لما بتشتري لاعب بتشتريه بناء على رؤية مدير فني بيبني فريق، بتجيبه فترة الاعداد، بيقول لك انا ناقص في المركز ده لاعب، في المركز ده لاعب، عايز هنا ده مكتمل، ده جاهز. اذا هو بيكون مختار مدير فني فاهم عنده خبرة، بيبني فريق يبدأ الموسم بفترة اعداد جيدة، وساعتها تقدر تحاسبه. لكن الاخطاء كلها جت مع بعضها. حتى المدير الفني دلوقتي يقول لك انا ما بنيتش الفريق، وصحيح وعنده حق. انا ما اخترتش اللعيبه، صح عنده حق، بس ده ما ينكرش برضه ان هو عجلاتي، مش مدرب، ما عندوش خبره تدريبيه، واللي تعاقد معاه اخطا، واللي تعاقد مع بعض اللاعبين برضه اخطا.